صباح الخير. احنا اليوم بصدد انهاء اسبوع الامان على الطرق اللي ابتدى من يوم الخميس في المدرسة الثانوية الشاملة في الريني. انتقل للمدرسة الابتدائية دال، للمدرسة اللاتين، لمدرسة الريني ألف، لمدرسة الريني جيم، بالإضافة لفعاليات انعملت في روضات الأطفال للتوعية حول موضوع الأمان على الطرق، بالتجديد على أحزمة الأمان، على السياقة الآمنة، على عبور الشارع على خط المشاة. البرنامج هو طبعا بتمويل من السلطة الوطنية للأمان على الطرق، وأنا بستغل الفرصة عشان أشكر هنا بالأخص الأستاذ خضر غبرية مدير منطقة الشمال في وزارة المواصلات السلطة الوطنية للأمان على الطرق. احنا بنتأمل انه الفعاليات تجيب الفائدة المرجوة منها، وهي انه الطلاب يستعملوا أحزمة الأمان، يحثوا أهالينا على استعمال أحزمة الأمان. والسبب نابع من التزايد المقلق في حوادث الطرق في الوسط العربي بالأخص، بحيث انه حسب الإحصائيات الأخيرة 30% من حوادث الطرق اللي عم بتصير في الوسط العربي هي أغلبها بالجيل الشباب والمشاة. طبعا بدي أشكر كمان عن بهاي المنصة مدراء المدارس مركزين موضوع الأمان على الطرق، الهيئات التدريسية على المساعدة اللي أعطونا إياها الفعالة في تحضير الطلاب في استقبال هاي البرامج. ونتأمل لقدام إنه نستمر في هاي الفعاليات ونحد قديش أكثر من حوادث الطرق ومن الاستعمال الآمن للطريق.